ولد وين رايح؟ ها؟ وين انت رايح؟ يا اخي في كلب تحت. ايش عنده؟ والله ما ادري طايح انا ولا بنطلع. يلا كيف تطلع كيف تجي؟ والله بنشوف اللحم. عسى الله يعيننا عليه، لكن انا خايف لو ذي حجان. الله يعين. والله معك صادق. بس كيف توصل الكلب؟ لا تحاذب ذي. ها؟ خليها حولك. ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله منا بالله. يا ولد كيف هذه جاي؟ والله مشكلة وجهه. يعني السلم هذا ثبت. ايه بس كيف وضع الكلب؟ الله احمد، الله يعيننا عليه. الله يعيننا عليه. بسم الله. لو انه مشعوب. والريحه يا ولد يا طايح. تعال تعال. هرجع. وانا مكسر يا ولد. ما معك الا الحفه. ها؟ الحفه هم شله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تم انقاذ الرهينه من قبل فاعل الخير الذي نزل له في البير وقام بربطه داخل هذه فرشه ذي. هذه فرشه. ما شاء الله عليك. وش نصلح يا اخي؟ بسم الله ما شاء الله. انت بلا يعود. لا إله اله الا الله. لا ترجع للبيت. شوف الكلب كان فين؟ هالبير يا ولد. انا لله وليك الله. كان هناك تحت. كيف نزلت له؟ نزل. شوف صوره صوره صوره. اللهم له الحمد. اللهم له الحمد. صور هنا. كيف طلعته؟ والله نزلت له بالفرشه هذه. ايوه. وربطت لميته جوات الفرشه. في البدايه شليته على كتفي لين مرحله النص اللي هنا بعد السلم. ايوه. بعدها قام خوي ابو زلوي الله يعطيه العافيه توصيل لي اسلاك اللي هذه السير حق السياره. وصله بالغتره. وصلها لي في منطقه الوسط هنا. بعدها تم ربطه في الفرشه. سحبها ابو جلوي. طلعناه والحمد لله. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عليكم. وشوف هناك راح يطرد السيارات. الكلب هذا راح يطرد السياره. شايف؟ صحه وعافيه وما هو صاحي شكله. انا خايف لا يرجع ثاني مره. الله يعطيك العافيه يا ابو جلوي. وياك ان شاء الله. وفك السير حق السياره وركبه. الله لا يهينك. رجع محله. الله يكتب اجرك ان شاء الله في موازين حسناتك. واجرك ان شاء الله.